عليكم المشاهدين، مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه مالحه، رولي بيتزا. كتجي غزاله، كتجي زوينه. كي بقيتو بعدا لاباس عليكم، كي دايرين مع سيدنا رمضان؟ هاد العام تبارك الله راه جا زوين، جا مبرد، جا غزال. الحمد لله يا ربي، نطلبوا غير الصحه والهنا وراحه البال. المهم على بركه الله غادي نبدا. عندي المكون الاولاني، انا عندي هنا نص كيلو ديال الطحين. نص كيلو الطحين هو ما يعادل هو جوج لايف ديال الحريره اللي كنشربوا فيها الحريره. المهم جوج لايف عندنا هنايا هي نص كيلو. عندي الخميره ديال الخبز، عندي الملحه، عندي سنيده، عندي الزبده. غادي ناخذ هنا غير جوج طريفات، جهد جوج معالق كبار. بالنسبه للحليب انا عندي كاس، الا ما خلطليش غادي نزيد شويه. المهم حنا غنشوفوا عيننا ميزاننا. المكون الثاني عندنا مطيشه، طيبناها، طحناها، درت فيها الزعتره، شويه الزيت البلديه. بالنسبه للحار، اللي كيفضل وليداتو ياكلوا الحار يدير الحار، اللي ما كيفضلش يخليها بلاش. نزيد لها غير شويه، واحد المعلقه ديال حك مطيشه باش تعطينا داك الملون احمر. انا عندي هنا بصله خضراء مقطعه رقيقه. هنا عندي جوج ديال الفرماج، اما اي نوع ديال الفرماج بغيتو ديروا. انا اختاريت هنا الاصفر. هنا عندي زيتون اسود مقطع. عندي بصله هنا كبيره مشحراها مع شويه زيت بلديه وشويه البزار. عندي هنايا شامبينيون، خلاص الزعتره ضروري باش غادي نسمو البيتزا ديالنا. هنا عندي زيتون مقطع خضر، وعندي هنا فلفله ما بغيتش نشحرها خليتها خضراء. وهنا عندي شويه د لادان فيمي. خلاص الكفته مشحرها بشويه زيت بلديه والملحه والبزار. على بركه الله انا غادي ناخذ هنايا عندي جوج لايف ديال الطحين، هي نص كيلو ديال الفورص، نص كيلو ديال الفرينه، كل واحد باش كيسمي الدقيق الابيض. غادي نضيف الملحه غير القياس، غير شويه. غادي نضيف سنيده معلقه صغيره، هذه خليها ابار. غادي ندير واحد 3 ديال الزبده، المهم جوج 3 د المعالق كبار. تلقاو لا غوسيت في صندوق الوصف. غادي ناخذ خميره الخبز باش تخمر لنا مزيان وتجينا هي هذيك. نخلطها حتى نجمع هاد العناصر هكا بهاد الطريقه. سمحوا لي راه تعطلت عليكم بزاف باش نصور معكم فيديوهات. والله القسم راه غير الشغل ديال الدار ولي كوموند ديال الناس هما فاش لهاوني عليكم. والحمد لله لي غوسيت راه كاينين، واخا يدوز رمضان ان شاء الله غادي نصوروا معكم. ان شاء الله غادي نصور معكم الحلوه ديال العيد ان شاء الله الا كتاب الله يحيينا. دابا انا غادي ناخذ الحليب راه عادي ماشي سخون، لحقاش هذا الخليط غادي نديروه في الثلاجه باش يبرد لنا. انا درت دابا كاس، نخلط مزيان هاد العناصر كامله. عاد نزيد الحليب الا كان خاصني، ما كانش خاصني ما نزيدوش. نديرو نجمعوا هذا الخليط كامل. انا غادي نزيد ضروري الكاس ما كافيش. انا غادي ندير عيني ميزاني ونقول لكم شحال، واش كاس ونص تقريبا. المهم انا نخلط ونزيد. صدقوني كتجي حتى هاد البيتزا رولي كتجي غزاله. ما بغيتوش ديروا فلفله، ما بغيتوش ديروا زيتون للدراري، راه كاين الاطفال اللي ما كيبغيوهمش. بغيتو تطحنوهم مزيان ما يبانوش، ديروهم لهم باش ياكلوا كلشي الخضر. راه حتى الزيتون حتى هو صحي للذات. انا غادي نزيد عاوتاني هاد الحليب، نخلط ونحصلوا على عجينه متماسكه ولينه. انا نجمعها ونديروها في بلاستيك غذائي ونخليوها واحد 5 دقائق ترتاح لنا. انا غادي نزيد هذاك الحليب اللي باقي، هي كاس ونص، كيجينا نيشان في العجينه ديالنا. صافي غادي ندلكها ونجمعها في بلاستيك غذائي ونخليوها ترتاح 5 دقائق ونوريكم الشكل كي غادي نصايبوه ان شاء الله. هذه هي العجينه انا اللي تحصلت عليها. شوفوا العجينه راه غير قلت لكم غير داك كاس ونص ديال الحليب. صافي ما تزيدوا عليه ما والو. غادي نقسمها دابا على جوج باش ندير جوج بيتزات. غادي نديرها في بلاستيك غذائي ونخليوها ترتاح غير 5 دقائق ونوريكم المرحله ان شاء الله، المرحله الثالثه ان شاء الله بحول الله. هانتوما نخليها هنا في بلاستيك ونخليوها ترتاح ونكمل معكم ان شاء الله. هاهي العجينه دابا ارتاحت لي. غادي ناخذ شويه ديال الطحين باش نطلق لاباط ديال البيتزا. نبدا بالاولى ان شاء الله. بسم الله. نسرحوها وغادي نرولوها
ونديروها في المجمد في الفريغو باش تشدنا، باش تقطعنا، تعطينا دوائر زوينين ومقادين ان شاء الله. نغيروا شويه على البيتزا العاديه. وعدتكم قلت لكم دابا نصور معكم فيديو ديال البيتزا ديال الزرع، مازال ما كتبش. ايام الله الجايه ان شاء الله يدوز رمضان بحول الله ونكونوا على خواطرنا ونصور معكم فيديوهات كاين. ما نعطيكم في الجديد والله، غير الوقت هو اللي ما عنديش. ايوا حاولت اليوم قلت نخرج راسي بعدا نصور معكم هذا الفيديو. المره الجايه ان شاء الله نصور معكم فيديو ديال الحلوه ان شاء الله يا ربي. ما نديروهاش رقيقه بزاف، ما نديروهاش غليظه، باش يلا غادي نلويوها باش تعطينا واحد المهم هكا. راه باقي شويه غليظه لحقاش مازال غادي نقطعوها نخليوها تخمر واحد شويه في اللاطه حتى نخرجوها بالحق بالمجمد من الفريغو. ما كتحتاج لا هدليك لا والو، راه دغيا كتجمع نوجدوها الفطور لوليداتنا ولا لضيافنا اللي مكتبه له شي حاجه ان شاء الله ياكلها. انا ورقت جوج ديال لاباط ديالي. الاولى غادي نديروها بسم الله على بركه الله، غادي ندير لاصوص ديال البيتزا هي الاولى. راه درت فيها انا شويه الحار، انا من عشاق الحار. الا ما كانش الحار انا الحاجه ما تعجبنيش في الحقيقه، كنموت على الحار. وكاين اللي ما كيبغيش ما يديروش لوليداتو. المهم غادي ندير لاصوص ديالي هكا بهذه الطريقه هكا، ونمشيو للثانيه عاود كذلك. المهم هذه انا غنديرها بالكفته. وبالنسبه للبصله الخضراء والزيتون والفلفله الخضراء والشامبينيون غادي نديرها بلا دان فيمي. هذه انا غادي ندير لها الكفته. نتوما بغيتو تعوضوها بالطون ديروها حتى هي بالطون، حتى هي كتجي غزاله، كتعطي واحد لوغو زوين بالطون حتى هي. المهم انا ندير هذه انا بالكفته. هذه غادي ندير فيها كلشي خضر، ندير البصله ديروها رقيقه. المهم باش تعطي واحد المذاق، حتى البصله هكا خضره صدقوني كتجي واحد المذاق ما نقول لكمش، كتجي غزاله كتجي زوينه. ندير شويه ديال الفلفله، الا كانوا الفلفلات عندنا بالالوان اخضر واصفر واحمر حتى هما نزيدوهم باش كيعطيو واحد المنظر جميل. انا عندي غير الخضره. غادي ناخذ الزيتون اخضر حتى هو نديرو شويه منه. غادي نزيد زيتون اسود باش يعطيونا الوينات زوينين. نحطوهم غير عشوائيين هكا ونقادوهم بيدينا. هنا غادي نزيد البصله، هنايا حتى هي نحطوها غير عشوائيه حتى هي كتعطي في المنظر مع الكفته، كيجي واحد المذاق حتى هي زوين. نخليو حتى بلاصه كلشي نديروها فيه. اما بالنسبه للشامبينيون ندير شويه هنا، المهم غير شويه هكا عشوائي بهذه الطريقه. بغيتو تقطعوه وتخليوه هوافي حتى هو كيجي زوين في البيتزا. بالنسبه لدان فومي انا غادي نديرو هنا باش ملوي باش يعطيني واحد المنظر زوين. بالنسبه الا كان عندكم حتى الكاشير حكوه زيدوه حتى هو. الا ما كانش عندكم لدان فومي ماشي ضروري. غادي نزيد الفرomage، اي نوع د الفرماج عندكم في الدار ديروه. هنا فيها شويه دابا. غادي نزيد الزعتره هي الاساس الاخراني، نزيدوها واخا عندي انا في لاصوص حتى حنا خصنا نديروها باش كتعطي واحد المنظر وواحد المذاق. خلاص كتجي غزاله بالزعتره. صافي دابا انا غادي نشد، غادي نروليوها بهذه الطريقه، نشدو العجينه ديالنا غير بشويه ونعطيوها الخاطر. هانتوما غير بشويه، سمحوا لي ديها واخا فيها الزعتره ماشي مشكل.
غادي نديروها في المجمد، نكحزوا هاد شويه هنايا باش ما تخرجناش الحشوه لا منا ولا منا. صافي غادي نكمل بهاد الطريقه وغادي نقادها ونديرها في الطبسي، نديروها في المجمد. المهم عندنا ميزانه ديك الساعه ملي تكون في المجمد الا كي تشد راسها غير تقزح شويه غادي نخرجوها ونقطعوها ونوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. دابا كما لوينا الاولى غادي نلويو حتى هذه بهذه الطريقه هكا، نوجدوهم للفطور ان شاء الله، ناكلوهم بالصحه والهنا. نتمنى تجربوهم، باقي الوقت عندنا في رمضان، عندنا شهيوات رمضان ما شاء الله. المهم دابا انا غادي نديرهم في الطبسي وندير لهم بابي كويسون في اي لاطه اي حاجه عندكم، ونديروها في المجمد ونخليوها تقصح لنا شويه ونكمل معكم ان شاء الله. المهم جات تقريبا 10 دقائق ربع ساعه. انا غادي نقول لكم الطوطال شحال غادي نخليها انا عندي في المجمد. ها هي تكلاص، المهم بردت شويه. الاخرى غادي نخليوها عاود نقطعوا هذه، والاخرى راه عندنا في المجمد. بسم الله. بالحق يكون عندنا الموس ماضي، اما نقطعوا بالموس ولا نقطعوا بهذه القطعه اللي عندنا. غادي ضروري غادي نخليوها تخمر 20 دقيقه، المهم حتى يضاعف الحجم ديالها. وغادي نديروا لها فوقها الفرماج. بسم الله. هانتوما شفتوا مازال دابا من جامده شويه، دابا تطلق ونعطيوها الشكل النهائي هكا دائري ونخليوها تخمر. كيتجي بحال الشناك. نديروها دابا في اللاطه ونبعدوا على بعضهم بعد لحقاش الباقه غادي تزيد تخمر. قطعت الباغيط الاولاني ديال لا دام فومي. دابا انا غادي نقطع عاوتاني ديال الكفته، ما نقطعوهمش رقاق، نخليهم فين يخمروا حتى هما شويه. المهم انا دابا غادي نسالي بهذه الطريقه ونخليوهم يخمروا 20 دقيقه تقريبا. ديك الساعه غادي نديرهم في الفران، نديروا لهم الفرماج، ندير لهم شويه الزعتر هكا من الفوق ونديرهم يطيبوا ان شاء الله بحول الله. يلا بلاتي نكمل معكم ان شاء الله بحول الله. المهم هذا ها هو طاحت لنا شي حشوه عاود نزيدوها ونخليوهاش طايحه، نقادوها غير بيدينا. هذه شويه ما شاداش في راسها لحقاش خصها شويه د الوقت باش تشد راسها في الفريغو. هانتوما هكا نقادوها غير بيدنا. ها هي البيتزا ديالي ساليناها، ها هي ديال الكفته كي جات، وها هي ديال لادام فومي. ان شاء الله تجربوها وردوا عليا الخبار. ورمضان كريم وصحه فطوركم وعواشر مبروكه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.